ده يوم في حياة بنوتة متجوزة. اليوم ده فيه تفاصيل كتيرة جدا هتحبوها قوي. بدأنا يومنا بفطار خفيف كده. كان عندنا حالة ولادة متعثرة حرفيا يا جماعة. نوسة بتولد من 5 الفجر. ما كنتش متخيلة قد ايه الحيوانات بتتعب زي البني ادمين بالظبط. الحمد لله ولدت على خير وادعوا لها ان هي تقوم بالسلامة. بعد كده دخلت علشان اعمل الغدا عشان حماتي رجعت من العمرة. والخطة النهارده كانت ممبار وفراخ ومكرونة بشاميل. سلقت الفراخ وعصقت اللحمة. بدأت بقى ان انا اجهز تسبيكة المحشي. بجد يا جماعة لازم تجربوا طريقتي في التسبيكة بتاعة المحشي. بقى تتسبك على نار هادية وبدأت ان انا اسلق المكرونه وكمان اعمل صوص البشاميل. بحبش اجيب البشاميل الجاهز، بحب اعمله في البيت. وهنا كمان كنت خلصت التسبيكه وبحب احط خضره كتير. كمان حشيت الممبار حطيته بقى يتسلق وانا بحط في ميه السلق ملح وفلفل وحبهان وورق لورا. بعد كده كنت خلصت صينيه المكرونه وفاضل ان هي تدخل على الفرن. كمان حطيت الفراخ تتحمر. بعدها على طول بدات احمر الممبار. اخر حاجه بقى عملتها صينيه المكرونه بشاميل لاننا بنحبها سخنه وتكون جوس. الحمد لله المواعين والمطبخ خلصوا على خير وتروق. جهزنا بقى كل حاجه انا وجوزي ونزلنا علشان نروح عند حماتي نتغدى سوا. شربت من ميه زمزم وبجد يا جماعه الميه دي سحر. طبعا انا كنت موصياهم ان هم يجيبوا لي وجبه البيت ودي عباره عن مسحب وصوصات وكايزر. بسمع عنها ريفيوز كتير قوي فانا هجربها واقول لكم هي حلوه ولا لا. كده يكون يومي خلص واستنوني في يوم جديد في حياه منونه. باي باي.